هذا واحد من المخيمات في مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور. هذا المخيم يأوي مئات النازحين الذين لجأوا إلى هذا المكان بعد أن اندلعت الحرب في هذه المدينة. هنا يقول هؤلاء النازحون بأنه لجأوا إلى هذه المنطقة هروبا من المعارك وبحثا عن الأمان. قاعدة في الفاشر هنا ومشينا وكدوة سخنت، مشينا للجامع، بقول له جامع تجاني، من جامع تجاني لفت تقر وسقطت، مشينا حي الثورة في مدرسة بقول له هنا، في مدرسة بقول له ذات النطاقين، من هناك كمان وسقطت، مشينا لعمارة في حي الثورة. أولادنا عندنا 3 شهور ما شفناه، هاي إنهم زراعة هناك والتغذية عندهم ما معروف. أنا قاعد هنا مستقر ما أعرف الجهة بتاعي وين. الحرب هنا في مدينة الفاشر دفعت مئات الآلاف إلى مغادرة منازلهم، وبسبب ذلك تشكلت عدة معسكرات لإيواء هؤلاء النازحين، يقدر عددها بأكثر من 16 مخيما أو معسكرا موزعة على مناطق عدة في مدينة الفاشر وفي ضواحيها. لكن هسه الحمد لله يا جماعة، من يوم الجو ثاني يوم دانات وقفت الحمد لله، حتى المصابين ما في وموت ما في بسبب الدانات ذات ما في، وبسبب التلقى الطايش ذات ما في. رغم الهدوء الذي تعرفه مدينة الفاشر مؤخرا وبدء عودة الحياة إلى طبيعتها بعد توقف المعارك، ما زالت المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة التي تصل إلى هؤلاء النازحين في هذه المخيمات شحيحة جدا، الأمر الذي دفع القائمين عليها إلى إطلاق نداء استغاثة للمنظمات المحلية والدولية لتقديم يد العون لهؤلاء النازحين ريثما يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. إبراهيم حسناوي، سكاي نيوز عربية، الفاشر.